بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم يا رب عليكم وعلى أهاليكم وأسركم كلها ويا رب تعود الأيام علينا وعليكم بكل خير يا رب. النهاردة إن شاء الله فيديو من أول فيديو خاص برمضان، يعني أنا هعمله معاكم. إن شاء الله أنا هعمل النهاردة الفول، أوريكم عملت فول مدمس إزاي. وطبعا علقت بقى حاجات رمضان كده. انا بحب جدا جدا رمضان. بالذات المطبخ لازم اكون مروقه عليه. المطبخ بالذات لازم ان انا اروقه كده واحط فيه ديكورات والكلام ده كله عشان احس ان انا يعني بصراحة بيعجبني جدا. يعني انا هوريكم برضو، يعني انتوا كده انا بوريكم المراحل بس. ده المطبخ، وانا هوريكم الشقة برضو دلوقتي. بعد المطبخ انا علقت طبعا زينة في الشقة كلها. انا بحب جدا جدا. يعني انا ببقى فرحانة جدا بالحاجات دي، زينة رمضان والكلام ده كله. اكيد انا مش لوحدي، زي ناس كتير جدا بتعمل كده. بيبقى ليه بهجة كده واحساس حلو قوي قوي بصراحة، ان احنا يعني بنعمل حاجة مختلفة، ان احنا نعلق زينة رمضان والكلام ده. بس انا بالنسبة لي المطبخ اهم حاجة. يعني المطبخ بالذات لازم اجيب له حاجات جديدة. يعني الفرش اللي انتوا شايفينه اللي انا لازقاه على الحيطة ده، الاستيكر ده انا جايباه جديد. لسه لازقاه. وجبت اللي هو اللزق الحراري اللي انا لزقته على الرخامة. زي ما انتم شايفين كده. بصوا برضو في الشقة عندي ده الارج مفتوح على بعضه. برضو يعني حاطه فيه معلقة زينة. انا وولادي كانوا فرحانين جدا 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 واحنا بنعلق الحاجات دي. هنا السفرة برضو جايبه لها مفرش. هو ده مش مشمع على فكرة، ده قماش عادي. لان احنا طبعا مش يعني مش طول الوقت بناكل على السفرة احنا. السفرة بس ممكن لو جالنا حد، لكن انا دخلت السفرة في مكان غير المكان اللي فيه التلفزيون. فطبعا احنا واحنا بنفطر لازم نتفرج على التلفزيون زينا زي اي حد، يعني اكيد ناس كتير كده. فلما كانت السفرة بره كنا خلاص يعني ممكن بنفطر على السفرة وبنتفرج على التلفزيون. فطبعا انا سايبه السفرة ما يكون في بقى عزومات او الكلام ده كله نبقى على السفرة. لكن غير كده هو بصراحة احنا بنفطر في الصالة اللي فيها الانتريه دي قصاد التلفزيون. وكده هبدأ معاكم الفيديو بتاعي بقى. انا هعمل فول مدمس. انا عملته السنة اللي فاتت والفيديو بتاعه على القناة، بس بصراحة السنة اللي فاتت لو تفتكروا او رجعوا الفيديو شوفوه، انا عملته في نفس الدماسة دي. بس انا كنت حطيت نص كيلو فول كامل. انا الدماسة عندي دي صغيرة. لان طبعا كنت انا وجوزي لوحدينا. ودلوقتي ما شاء الله ربنا كرمني بحمزة وملك. يعني يمكن السنة اللي فاتت ما كانوش بياكلوا قوي، يمكن السنة دي ما شاء الله بدأوا ياكلوا. ف يعني عايزه اقول لكم ان انا كنت جايبه دي على اساس ان هي صغيره. بس ان شاء الله هبقى اشتري واحده كبيره شويه. يعني بس بصراحه انا يعني عملت فيها ربع كيلو. يعني انا اللي انا نقعاه دون نص. كنت جايبه نص كيلو، انا نقعت ربع كيلو. تمام. اول حاجه انا حطيت ال الجزر كده، انا بشرته زي ما انتم شايفين. حطيت العدس الاول، انا غسلت العدس. يعني ربع كيلو انا حطيت عليه مثلا يعني كبشتين عدس كده. وانا حطيت تقريبي بصراحه، انا ما عيرتش. بس انا هقول لكم المقادير، يعني احنا بنحطه تقريبي. حطيت بشرت قطيايه وبشرت جزرايه وسط كده، وحطيت العدس التلاته اهو زي ما انتم شايفين. انا حطيتهم على بعض في الدماسه بتاعتي. تمام. والفول انا كنت نقعاه مثلا بتاع حوالي 4 ساعات في ميه سخنه. هو يعني المفروض لو ننقعه في ميه عاديه ممكن من بالليل للصبح. انا كنت نقعه بتاع حوالي 4 ساعات كده هون في ميه سخنه. لو تاخدوا بالكم بصوا بقى، انا عشان ربع كيلو فول لو تاخدوا بالكم مش مليان قوي. وقسمت قطيايه كده 4 تربع وحطيتها عليه. وطبعا انا هزوده ميه سخنه علشان مش عايزاه يسود، انا عايزاه يدخل في السوا مباشره. بس واخدين بالكم الفول فين بقى؟ يعني هو تقريبا نص الدماسة. السنة اللي فاتت كان الفول مالي الدماسة، فكان بصراحة اما الفول زاد، لان الفول بيزيد طبعا. لما زاد عايزة اقول لكم كان معجن كده ولزق مني. هو كان حلو جدا بس كان مضغوط قوي 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 في الدماسة. تمام. فانا كده حطيته اهو على البوتاجاز وخليت النار عالية بحيث ان هو لما يغلي، اول ما يغلي هوطي عليه خالص. يعني بصوا جدا بقى، وطوا عليه جامد جدا.
طبعا احنا كنا اليوم ده كان يوم اللي هو اليوم اللي احنا هنسحر فيه بالليل، كان يوم الاربع تقريبا. فانا طبعا ولادي انا قلت بقى انا يعني ما عملتش غدا بقى وزي ما بنعمل، قلت كده كده هنسحر بالليل وتاني يوم صايمين. فانا ولادي بيحبوا جدا البسله الرز بالبسله كده، بيحبوها جدا. فانا قلت اعمل حاجه سهله كده وسريعه، وفي نفس الوقت ما تبقاش اكل كتير، لان كده كده تاني يوم هنعمل اكل بقى اللي هو هيبقى الخميس، وهيبقى فيه سحور كمان بالليل. ده انا كنت عاملاه عشان الغدا. فانا ايه ولعت على الفل وقلت ايه اعمل حاجه كده سريعه، اللي هي ايه حتى لو تاني يوم عقبال ما انا اعمل الاكل الولاد ايه ياكلوا منها او كده لو فاض منها يعني. وعايزه اقول لكم هي فاضي يعني، انا بمنتج الفيديو النهارده اهو الخميس بالليل، ما شاء الله فايض لسه من الرز كمان. يعني هما برضو لسه صغيرين مش اكلتهم يعني اللي هي كده. الفول اهو بدأ يغلي زي ما انتم شايفين، انا وطيت عليه جدا بقى. لو يعني غرك شكله ان انت تقولي هعلي عليه، على فكرة هيلزق هيلزق من تحت ويشيط كده شوية، فلازم تبقي مطية عليه تماما. ف بس انا وطيت عليه بقى وسبته. هنا هو انا حطيت السمنه بتاعتي، وحطيت بصلايه، قطعت بصلايه كبيره كده حلوه، ورحت حاطه عليها البسله انا كنت مفرزاها بالجزر بتاعها، فحطيت حبه كده وهي متلجه عادي، وهبدا اشوحها بقى مع البصل. هو البصل مش هياخد لون على فكره، هو لو تاخدوا بالكم البصل يعني ابيض شويه برضو، لان انا حطيت الاتنين في نفس الوقت مع بعض. هفضل اقلبها لحس يعني تحسوا ان ايه الميه اللي كانت نازله من البسله راحت، والبسله نفسها خدت تحميره كده تشويحه شويه. وبدات دلقت عليها الرز، غسلت الرز بتاعي، هما كانوا كوبايتين رز تقريبا برضو ما كانوش كتير. وبدات ان انا اقلبه زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم يعني الاكله دي قيمتها الغذائيه حلوه جدا جدا، والله العظيم طعمها حلو قوي، يعني اللي ما جربهاش فعلا يجربها، حلوه قوي قوي. ولو طبعا اللي هيعمل جنبيها بقى فراخ، هيعمل جنبيها لحمه، يعني يمشي اي حاجه. بس انا قلت انا كده كده كنت تاني يوم زي ما انا قلت لكم كنت هعمل بط بقى، وان شاء الله الفيديو برضو انا اظبطه وهنزله لكم ان شاء الله. فانا قلت خليه كده يعني اكله ارديحي زي ما بيقولوا. بدات ازود الميه بتاعتي. طبعا احنا ما نزودش الميه قوي، لان هتقولوا مثلا حد يقولك ازود الميه قوي عشان البسله تستوي، لا، التشويحه اللي احنا شوحنا البسله فيها دي اخدت تقريبا نص سوا. فعايزه اقول لكم هياخد سوا يعني، غطي الرز عادي جدا، هو هياخد الاتنين هيستووا والجزر هيستوي. انا حطيتش بس غير ملح وما حطيتش فلفل اسمر، انا حطيت ملح. التوابل دي اللي انا كنت جايباها من مطروح، فدي فيها كل حاجه، كاري كركم يعني، بصوا بهارات مثلا بتاع 10 انواع بهارات. عايزه اقول لكم حلوه جدا جدا جدا، وبتعمل ريحه رهيبه، وجوز الطيب كل حاجه فيها، وحبهان و... والليمون اللي هو الاسود دون، كل حاجه فيها ما شاء الله. انا هنا هو بصوا الفول زي ما انتم شايفين انا كده موطيه عليه جدا. بدات ان انا اغلي ميه في الكتل وازوده بميه سخنه، يعني اوعوا تزودوا الفول ميه بارده، ميه سخنه كده. طبعا الرز بتاعي كده هو كان استوى. انا طبعا ما غرفتش بقى، لان انا خلاص يعني انا سايب يعني عملته وركنته بقى، اللي يجوع خلاص ايه معاكم طول النهار عيشوا معايا يعني. بس هنا الفول زي ما انتم شايفين اهو، انا بقعد ازوده بقى ميه شويه، طبعا بخلي عيني عليه علشان الميه ما تنشفش، يعني انتوا خلوا بالكم الميه ما تنشفش، وما نزودهوش ميه سخنه. كده طبعا كان الفول قعد له مثلا طبعا على نار هاديه، قعد له بتاع 4 أو 5 ساعات بصراحه، يعني كنت مغطيه عليه النار جدا. اهو بصوا طلع كده اهو، لو تاخدوا بالكم هو ما لزقش خالص. يعني عارفين ما لزقش من تحت نهائي، ليه؟ لان انا كنت موطيه زي ما انا قايله لكم، وان انا كنت سايباه زي ما انتم شايفين. انا كنت حاطه ربع يعني نص القدره كانت يعني الدماسه كان نصها الفول بالعدس بالجزر، انا ما حطيتش اي حاجه تاني زيادات. بس لا، في حاجه تاني انا حطيتها لما بدأ ان هو يستوي معايا، لما بدأ يغلي ويستوي معايا انا حطيت كمان عليه اللهم صل على سيدنا محمد، حطيت يعني مثلا ربع كوبايه ميه، انا نسيت اصورها، ربع كوبايه ميه وعليها معلقه نشا، ربع كوبايه ميه عليها معلقه نشا، وقلبتهم وحطيتهم عليه. بس كده، ويا دوبك غلي برضو غلوتين وخلاص، ورحت ايه طفيت عليه.
انا استنيت طبعا لما هدي شويه بقى عشان ايه اعرف ان انا اوريه لكم. بصوا غرفينه، بصوا لونه حلو جدا جدا جدا، ولا اسود مننا ولا حاجه. طبعا الحركه بتاعت النشا ومع ربع كوبايه الميه وعليهم معلقه نشا ونص ليمونه او ليمونه صغيره. الحركه دي بتخلي ان الفول ما يسمرش معانا. طبعا انا اختي اللي قالت لي على موضوع الليمونه والنشا ده، انا ما كنتش بعمله كده. بتاخدوا بالكم مسحراتي جه. انا بمنتج الفيديو ده بالليل جدا. بس فانتوا بصوا بوريكم اللون بتاعه، اللون بتاعه حلو جدا جدا جدا. ما اسمرش ولا اي حاجه، وفعلا اول مره اعمل فول حلو مع ان انا مش بحب الفول. بس عايزه اقول لكم انا اكلت من الفول ده طعمه عجبني وعجب جوزي وولادي جدا بقى. بس فطبعا حاجه بنعملها في البيت احسن ما بنجيبها من بره. انا من رايي كده يعني. بصراحه انا بحب اعمل يعني، ممكن ابقى اجيب حاجه من بره ببقى مضطره، لكن انا اغلبيه الحاجه بحب اعملها في البيت. طبعا انا كده بعد ما خلصت بقى الفول والاكل، فقلت بقى اعمل كوبايه قهوه كده اروق على نفسي، وايه اخرج واقعد شويه، لان كانوا ولادي طبعا نزلوا مع باباهم. فقلت بقى ايه اعمل القهوه، يعني لا غنى عنها بصراحه. عايزه اقول لكم انا اصلا انا بحب القهوه جدا جدا جدا، اللي هي الفرنساوي اللي باللبن. القهوه اللي باللبن انا بحبها جدا جدا جدا، لكن القهوه الساده دي يعني نادرا بصراحه لما انا اعملها. فانا ما كانش عندي لبن وكنت عايزه اشرب قهوه جدا، فاضطريت ان انا عملتها من غير لبن. لكن انا اساسا انا ما بشربش القهوه الا باللبن بصراحه. بيبقى ليها طعم تاني، ويعني اللي مجربهاش فعلا يجربها، حلوة قوي. هي انتي بتحطي بدل المية بنحط لبن، وهي البن والسكر اللي انتي عايزاه حسب استخدامك. في ناس بتحب تشرب القهوة مسكرة، انا واحدة من الناس بحب اشرب القهوة مش دلعة ومش مسكرة يعني. لو حسيت بالسكر بتاعها ما بحبهاش نهائي. انا معرفش ازاي بصراحة الناس اللي بتشرب القهوة دي تقول حط معلقة سكر، معلقتين سكر، 3 سكر في القهوة يعني. لا انا ما بحبش الموضوع ده خالص يعني. طبعا بقى انا لما خلصت قلت بقى عشان ما اعمل لكوش كذا فيديو، فانا قلت اطول ان انا بعمل فيديو بقعد فترة كبيرة عقبال ما بنزل فيديو تاني. فانا قلت ايه اصور لكم السحور بالمرة، واحنا ايه وانا عاملاه كده هون. طبعا الفول اللي انا عملته انا فضيته بقى من القدره بتاعته وحطيته في اكياس. هو عمل لي 3 اكياس غير طبعا اللي انا ايه اخدته للسحور. حلو جدا يعني، يعتبر ده ربع كيلو، ربع كيلو فول هو اللي عمل لي المقدار ده. طبعا الفول انا عملته حطيت له بقى حته زبده بلدي، وعايزه اقول لكم كان بقى مش قادره اقول لكم يعني، راح في حته تانية خالص يعني، غير مفهومي عن الفول اصلا. بس انا حطيت زي ما انتوا شفتوا انا عملت كابوتشي، وحطيت عليه خيار وهنا هو دي جبنه بيضه، جبنه قريش، وحطيت عليها زيت بسيط كده. و يعني ده كان السحور بتاعنا، وقلب بطاطس وبيض. يعني سحور خفيف وفي نفس الوقت سحور. انا بحب البطاطس كمان اطلعها في حاجه وبعد كده افضيها في طبق التقديم، يعني بتبقى قلت من نسبه الزيت شويه، لان انا ما كانش عندي مناديل في الوقت دون. بس هو ده بقى اللي كان السحور بتاعنا، وده كان يوم بتاعي، ودي كانت شقتي بعد ما فرشتها، والمطبخ بتاعي. وطبعا اتمنى طبعا الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش من اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واقول لكم رمضان كريم ورمضان مبارك علينا وعليكم جميعا يا رب. وبرضو احب اذكركم يا ريت ما ننساش قراءة القرآن. ده الشهر مش بيتعوض، هو شهر في السنة كلها يعني. زي كنت سمعت مقولة بتقولك ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن فاز بيوم الوعيد. ان العيد لما نيجي فرحانين بالعيد علشان احنا فرحانين باللي احنا خرجنا منه من رمضان، مش فرحانين باللبس والكلام ده كله. واخرة الفيديو اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان.